الثانوية العامة مش نهاية الكون، كده كده. وخلينا متفقين على الكلام ده، لو طلعت أول على الثانوية العامة أحمد زي الحاج أحمد. علا زي مدام علا، عش زي الشفتش. والكلام ده دنيا تانية بقولك. بس الثانوية العامة هي عامة فعلا، انت بتدرس مواد كتير حسب التخصص بتاعك، يعني اذا كان علمي او ادبي. ومعظم الناس فاكرة ان الثانوية خانقة وكده، فبتفك عن نفسها خروجات وشوبنج سينما وقهوة، وبيزعلوا في اخر المطاف وقت زنقة الامتحانات. يعني طب اقرأ المادة طول فترة الدراسة بتقولك ايه. مش عايز تعرف عليها خالص؟ لا. هو انت اسمك معاذ بالزه ولا بالظه؟ روح اكتشف. لو انت ادب الجغرافيا هتفيدك والله، ممكن تعرفك الحدود الشماليه الغربيه لمصر، وان البيت ده بتاعك فما تبيعوش لحد، ما تفرطش فيه يعني، لان ده حقك. فمحدش يضحك عليك. حصه الدين اللي مش بتضاف للمجموع وانت مش مركز فيها تعرفك على دينك اكتر من كده، فتتجنب تجار الدين وتبقى فاهم كلامهم قوي، ومحدش يضحك عليك، لان انت ساعتها هتكون فاهم. اصلا التعبير بيديك موهبه الكتابه والابداع. ما هو انت عندك موضوع اتكلم فيه وقول رايك الشخص اللي انت شايفه من وجهه نظرك، ما تاخدش الكلام كوبي بيست كده، ابدع بخيالك. وعشان كده اسمه التعبير. انت بتعبر عن رايك في موضوع الاهرامات وليكن، فممكن تتكلم بالايجاب او السلب. لو انت في علم رياضه مثلا، الحساب هيخليك تعرف تلم الاجره في الميكروباص وما تتلخبطش، هيساعدك انك تحسب لعبت كام ماتش وقعدت كام دقيقه، فهتحاسب صح وهتعرف تتكلم في حقك وما يضحكش عليك. فافهم وقرب شويه من المواد، مش عشان كليه قمه، عشان نفسك انت يعني. وبعد فيلم الرعب اللي بتعدي بيه اللي اسمه الامتحانات، هيجي فيلم رعب اطول منه شويه واسمه فتره انتظار النتيجه. قاعد على اعصابك فعلا حرفيا كده، حاطط امل كبير انك تدخل الكليه اللي بتحبها. نصيحه مني، توقع الاسوأ عشان لما يجي السيء ما تتفاجئش، وتفائلوا بالخير تجدوه برضه، ما تنساش دي. يعني جبت مجموع سواء اللي انت عايزه او لا، هتدخل الجامعه ما تقلقش. يعني حياتك في الجامعه غير ثانويه خالص. فرحان وجايب طقم جديد احسن حاجه، ده بيحصل عادي يعني. بس لما توصل لرابعه مش تعمل كده اصلا. في الاول بيكون في انبهار شديد بحياه الجامعه، ما بعد الثانويه العامه في تغييرات كتير بتحصل. اولهم صاحبك او صحابك اللي كانوا معاك في السهر ايام الثانويه مش هيبقوا معاك، لان كل واحد عنده احلامه الخاصه، واغلبنا مش متفقين في الحته دي او مش مشتركين فيها. يعني كل واحد حر، فبتبقى لوحدك. بس ما تقلقش، هتعرف ناس تانية من كل حته وهيبقوا صحابك برضه يعني. بس هتلاقي اختلافات كتير وتنوع وشخصيات الناس جوه الجامعه، خصوصا في الايام الاولى. بس برضه مش كل اللي هتعرفهم هتلاقيهم معاك. اللي في السنه الاولى مش هيكمل معاك للسنه التانية، في اللي هيحول لكليه تانية، وده عادي بيحصل. يعني هتبقى منبهر بالمجتمع الغريب عليك اللي عمرك ما شفته ده اصلا ومستنيه من زمان. هتلاقي ناس بتدبلر، وده اللي هو بيعيد السنه في اتنين اسمه بيدبلر. في اختلافات كتير قوي، كل واحد جاي من بلد في الغالب غير التاني. الجامعه فيها ناس حرفيا من جميع المحافظات اصلا. في بقى حد لازم تتعرف عليه في الجامعه، بص زي الموت كده هتقابله. مش الدكتور ده كده كده اساسي يعني وانت عارف، بس افتكر ان اسمه مش مستر او استاذ، اسمه دكتور. والدكتوره ما اسمهاش دكتوره، اسمها دكتور برضه، اختصارها في جروب الواتساب الخاص بالدفعه دوك. تمام. مين بقى اللي هتقابله حتميا؟ الاستاذ عفاف، شؤون الطلبه، هتقابلها في التقديم تقريبا. فاتمنى لك وقت سعيد وتكون مبسوط. ونصيحه، استحمل المشوره من الدور الاول للرابع للمبنى التاني لمبنى الاداره، بس عشان تقدم وتدخل الكليه ده لمصلحتك برضه يعني. خلاص اتقابلت في الكليه الحمد لله. في الايام الاولى في حد كده هيدخل عليك داخله من اللي هي السلام عليكم انا من اسره بس، فارمل وامشي، انت غلبان اصلا، مالكش دعوه بالحكاوي دي. هو اصلا طالب زيه زيك عادي، مفيش فرق يعني. طول فتره الجامعه بالنسبه لمستواك الدراسي هيكون على شكل كيرف بس في النازل. يعني اول 100 ترم يعدي عليك 20 من 20 على طول. اخر السنه شايل مادتين عادي، ما تقلقش، كله بالحنيه بيفك. هيكون اصلا عندك لا مبالاه اساسي. بص بقى، المشهد ده ما بيحصلش خالص. انا كنت عايز اكلمكم. اوب سوري سوري سوري. في ناس رسمه تخيلات كتير كده وبني احلام ان المشهد ده هيحصل، اصلا ما بيحصل. ما فيش الكلام ده اساسا، ولا في جدار في الجامعه كمان يعني. يعني لو هنستنتج ونركز على حاجه من الافلام اللي بتدور في اطار الجامعه، هتكون على الكافيتيريا. تبقى حوار تاني خالص. عارف انت علاقتك كشاب بالقهوه بالليل، هي مع كافيتيريا الجامعه او الكليه على حسب انت فين يعني. يمكن يكون مثلا الفرق في الاسعار والطلبات. خلينا نسيب موضوع القهوه ده في حلقه لوحده. ارتباطك بالكافيتيريا الكليه ارتباط واضح من اللحظه الاولى، يمكن من اول يوم كمان. بما انك تايه ومش لاقي حاجه تعملها، فبتروح تجيب قهوه او شاي. بس بعد كده العلاقه بينك وبين الكافيتيريا بتتطور، ممكن توصل لدرجه انك تروح الجامعه اصلا بس عشان تفطر مش اكتر. وفي الغالب الفطار هيكون بطاطس يعني، اغلب الوقت هتقضيه في الكافيتيريا يعني، فده عادي يعني. في المحاضره البنش ده ليه مزاج كتير. الكلام ده للناس اللي في الاخر يعني. ساعات بيكون مكان مخصص للنوم. انت اصلا صاحي الصبح الساعه 7، الامن بيوقفك هات الكارنيه. ابو مناسبه الكارنيه، لان ده موضوع لازم نتكلم عليه قوي يعني. الصوره اللي هتوديها في الفايل بتاعك وانت بتقدم خليها صوره حلوه وحديثه، وحاول بقدر الامكان تكون حلوه، لان الكارنيه ده هيلازمك طول حياتك الجامعيه. الكلام ده انا كان نفسي حد يقوله لي من 7 سنين. الكارنيه فضل 7 سنين بحالهم ما ببصش فيه اصلا بسبب صورته، فاهتم بالصوره صح. الامن هيوقفك فين الكارنيه هتوريهوله وانت اصلا مش شايف قدامك، وهتدخل بسرعه عشان المحاضره بدات، البروجيكتور هيشتغل والمدرج هيضل. هتنام بقى من المود ده، او ممكن تتفرج على حلقه من حلقات والهاند فري في ودنك. ولو عجبتك دوس سبسكرايب، مش هيحصل حاجه ولايك بالمره يعني. وكومنت لو معترض على حاجه، او اكتب موضوع تعبير عادي براحتك. ويلا صباحكم مساءكم لذيذ.